يا اهلا اهلا، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. النهارده جايلكم فيديو جديد، مش مجرد روتين، لا بس ده فيديو بعد رجوع كبير قوي. حبيت اشارك معاكم فيديو بسيط. اول حاجه انا عملت قهوه، بعدين قررت اخيرا انا جبت جهاز احبابي جهاز الوافل. كان نفسي بصراحة ان اجيبه بقالي فترة كبيرة جدا جدا، سواء هو او مكنة القهوة، الاتنين كان نفسي فيهم قوي. والاخص جهاز الوافل او الساندوتش ميكر، عشان انا من النوع اللي بعمل سندوتشات كتير جدا، فكنت محتاجاه بصراحة. كمان عشان الوافل عندي ولادي بيحبوه، ف بصراحة الحمد لله اخيرا جبته. انا هنا زرت لكم الماركة بتاعته. هو وانا كنت جايباه من السعوديه، بصراحه ما اعرفش هنا في منه او لا. و بس هنا في انواع برضو حلوه كتير كتير جدا كمان، بس انا بصراحه جبته وانا جايه. المهم ده جهاز فيه يعني 7 قطع، فيه 7 اشكال. فيه التوست، وفيه الوافل الاساسي، وفيه اللي هو دي اللي هي سيلين بيوريها لكم دي اللي هي بتعمل فيها المعمول او بسكوت على ما اظن يعني. انا مش عارفاهم كلهم، بس هي تقريبا يا للمعمول يا للبسكوت. وفيها كمان الوش اللي هو ده تقريبا بتاع اسمه ايه، الاكلير. بس مش عارفه بصراحه يعني. بس انا اللي جربته فيه بصراحه الوافل، وده الوش اللي هو بتاع التوست، وفي اللي هو بتاع اسمها ايه الدونت، وفي كمان اسمها ايه اللي هو الشكل ده اللي هو برضو اللي هو بتعملي فيه السندوتشات، اللي هو بقى لو سندوتشات اللي هي الشاورما، الحاجات اللي زي دي بتبقى حلوه قوي، ده اللي هو التوست. وفي كمان اللي هو بتاع الجوزية. بس بصراحة انا ما جربتش كل ده انا جربت اللي اعرفه الاول. طبعا بتاع التوست ده عادي، تمام يعني، لو بتسيحي في الجبنة او حاجات زي كده ده اوكي يعني. هنا مراد مش هيسكت. طبعا انا جايه بقالي فتره، بس ما صورتش، حتى ما صورتش هناك يعتبر كتير، لان كنت حابه افصل. فحتى من ساعه ما جينا، طبعا الدور المنتشر ده انا والولاد الاتنين تعب رهيب الحمد لله. فانا هنا جربت الوافل، لان زي ما بقولكم احنا اصلا بنحبه يعني. حتى اختي عندها واحد، و لما رحت عندها عملته فعجبني من ساعتها بصراحة، وانا نفسي اجيبه. بالاخص عشان كان حوار الوافل ده، يعني احنا بنشتريه من بره كتير، ف يعني افضل يعني بصراحة ان احنا كنا نجيب الجهاز اوفر واحسن حاجة في البيت، بتكون افضل يعني. فهنا بقى قلت اعمل وافل. حطيت بيضة كده، وانا جربت الاول في حبة بسيطة، ما عملتش كتير اصلا. حطيت بيضة وحطيت فانيليا. انتوا اول حاجة بتسخنوا الجهاز الاول. لو ما عندكمش الجهاز، في قوالب، بس بصراحة انا ما جبتهاش. بتبقى خامتها مش عارفة اسم الخامة بالظبط. بس في قوالب كده سيليكون، سيليكون. بتجيبوها وبتتحط في الفرن برضو، في ناس قالوا ان هي حلوة جدا. المهم هنا عايزة اقول لكم البيضة انتشرت في المطبخ كله، مش عارفة ليه بصراحة. انا هنا ضربت البيض مع الفانيليا مع معلقتين سكر. ضربتهم كده مع بعض لحد ما اللون بس كده يغير. شايفين هنا البيض؟ بجد حوار البيض ده عندي صعب قوي بس مش مهم، اهم حاجة نجرب يعني، اهم حاجة التجربة. هنا حطيت معلقتين السكر اللي انا قلت لكم ان انا حطيتهم، بس انا زودت من عندي معلقة لان المعلقة صغيرة جدا. هي كده مش هتفرق فيه قوي، لان احنا هنحط شوكولاتة اصلا، عشان كده بنحط شوكولاتة في الاخر، فالموضوع ما يبقاش سكر اوفر يعني. بس انا محطتش كتير يعني عامة. بس هقلبهم مع بعض. هنا بحط حاجة تانية، انا حرفيا حتى الفيديو انا مصوره بقالي حبه،
وبرضو ما سجلتش عليه، ما عنديش طاقة خالص الحمد لله. حطيت كوباية من اللبن. في ناس بتقول ممكن تحط مية، بس بصراحة انا ما جربتش بالمية دي خالص صراحة. بس هنا لما احتاج مثلا لو احتاج ان انا مثلا كنت ازود مية، يعني اللبن مش مكفي، ممكن ازود عليه مية، بس ان انا احط مية لوحدها بصراحة ما جربتش الموضوع ده. ما جربتوش يعني. فالمهم انا حطيت اللبن ورحت برضو ضربتهم كده مع بعض. اشوف هنا احط ايه تاني عشان انا نسيت. حطيت زيت. حطيت الزيت بقى، ما حطيتش كتير، يعني حطيت يجي معلقتين كده، مش كتير قوي. هنا طبعا اللبن برضو نفس النظام. وقولوا لي ايه الحل، لان دي مش اول مره، الموضوع بجد مرهق. هنا بقى حطيت كوبايه من الدقيق، وحطيت ربع كوبايه من النشا، وحطيت معلقه بيكنج باودر. هنا جا مني شويه زياده فكنت هشيلهم، بعد كده قلت لا مش هشيلهم. بس فهقلب بقى ميكس كل الكلام ده مع بعض. وقوام العجينه مش بتكون سايله قوي ومش بتكون تقيله قوي، يعني بتكون وسط، يعني مش عايزينها سايله قوي، مش عايزينها تكون اللي هي سميكه جدا، دي مش كيكه. تمام. فشايفين هنا هتلاحظوا ان القوام هتحسوه اللي هو داخل على تقل كده. فانا في الاخر حطيت برضو، احتجت ان انا احط حبه من اللبن. زي ما قلت لكم، لو انتم ما عندكمش لبن ممكن تزودوا حبه من الميه. هنا التوست الساندوتش ميكر كان سخن، ودهنته زيت، ممكن تدهنوا زبده. وحطيت الكحه رهيبه. حطيت عجينه الوافل، وبسيبها بقى لحد ما تتحمص. انا بصراحه يعني بحب الافضل انه يكون ناشف شويه، ما يكونش يعني ما يكونش طري حبه، لا انا بحبه ناشف اكتر. وهنا الشوكولاته جبت الشوكولاته اللي هي بتاع المطبخ عادي، وسيحتها على حمام بخار، وحطيت عليها حبه لبن. كانت تحفه تحفه تحفه. هنا بقى ده تاني يوم قررت اعمل سمك، وكان قرار مش موفق. بصراحه اعتبر ما اتاكلش، لان الولاد اصلا كانوا تعبانين. بس انا كان نفسي فيه قوي قوي، من وانا في السعوديه كان نفسي فيه قوي قوي. حتى انا عملته، حطيت توم وحطيت توابل وما حطيتش اكتر من كده. بس في الاخر بصراحه ما مرضوش ياكلوه، ما عملت لهم اكل تاني، وانا اكلت حبه وخلاص. بس كده، ده كان الفيديو بتاعنا النهارده.